السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تبقى مهندس أو خبير في الذكاء الاصطناعي لازم تكون فاهم اللي بيحصل من جوه علشان تفهم المودلز الكبيرة. كل ما الموضوع كبر كل ما اتعقد أكتر. لو الموضوع مبني عندك على أساس الحفظ عمرك ما هتفهم المودلز الكبيرة شغالة إزاي. ولذلك ركز معايا في الكام دقيقة دول، لأن أنا عامل كورس مفصل عن الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تمشي فيه من البداية خالص. فأنت إيفي لو في كمبيوتر ساينس أو لو أنت بتشفت للفيلد بتاع ال AI وعايز تفهم إيه اللي بيحصل فيه بس عشان تبقى مهندس وفاهم الدنيا من جوه، فخليك معايا وركز معايا لأن الكورس ده إن شاء الله مفصل في الذكاء الاصطناعي. ولو أنت في نفس الوقت خبير في حتة معينة بس عايز تقوي نفسك في اريا تانية في ال AI، فركز معايا برضو لأن أنت ممكن تبيك أي توبيك موجود في الكورس وتحضر الجزئية دي فقط اللي عايز تقوي نفسك فيها. أنا اسمي دكتور محمود عيد، أنا دكتور في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، وفي نفس الوقت أنا باحث في بريطانيا في University College لندن. اشتغلت في الموضوع بتاع ال AI بقالي حوالي 10 سنين، وعايز أقول لك إن من أكتر الحاجات اللي بتضايقني أنا شخصيًا لما أشوف حد بيطرح عليك معادلة بدون ما يفهمك الدنيا دي جت منين وأنا باستخدمها ليه. فأنا لو ما عنديش الفهم العميق ده عمري ما هابدأ إن أنا أبيلد على الكلام ده وأفهم الدنيا بعمق أكبر، وهو ده إن شاء الله بالضبط الشيء اللي أنا عايز نعالجه في الكورس ده. فنكون فاهمين كل حاجة من أول الأساسيات لحد ما تكون خبير في ال AI. على مدار السنين كان الناس بيدوني فيدباك على الطريقة اللي أنا بعمل بيها برزنتيشن حتى أو اللي أنا بدرس بيها. أنا في الكورس ده بحاول إن أنا أجمع كل الفيدباك اللي أنا أخدتها على مدار السنين من أول لما كنت معيد ولحد النهاردة، علشان إن شاء الله يكون كورس قوي والمحتوى بتاعه مختلف جدًا. أنا دايمًا بالاحظ إن في جاب ما بين الحاجة النظرية اللي الناس بتاخدها في الكلية والتطبيق العملي اللي بيكون موجود بعد كده في الشركات أو لو حتى حد عايز يعمل مشروع مستقل. دي نقطة تانية إن شاء الله عايزين نشتغل عليها، مش بس إن إحنا نفهم الدنيا بشكل عميق ولكن لأ، الدنيا إن شاء الله كمان تكون practical. فإحنا بإذن الله هنشتغل على coding sessions هتكون ماشية خلال الكورس كله علشان نطبّق الموضوع أول بأول، ومش هيكون بس الدنيا عبارة عن Python notebook مثلًا أنت مجرد بتشوف الدنيا شغالة إزاي أو بتطبّق على الmodel اللي إحنا شغالين بيه. لأ، إحنا إن شاء الله الدنيا هتوصل لمشروع نقدر إن إحنا نعمل له deploy حقيقي ويكون website أو mobile application. فساعتها نبدأ فعلًا إن إحنا نقلل الgap ما بين الشغل النظري والشغل العملي، بل وتطبيقات كبيرة جدًا كsystem متكامل باستخدام ال AI. دايمًا إن شاء الله هنستخدم data أو هنsimulate data من عندنا علشان نفهم إيه اللي بيحصل بعمق وبشكل أفضل. ودي إن شاء الله الreferences اللي موجودة قصادك دي هي اللي هنستخدمها في الكورس بتاعنا. references مختلفة عن بعضها شوية، ولكن لو أنت من الfield هتعرف إن الreferences دي من أقوى الحاجات اللي موجودة عندنا في الfield. عايز أقول لك أنا لو شُفت واحد حتى من الناس دي مثلًا بيعمل podcast أو talk معين، هتلاقي حتة من الكورس ممكن تكون واخدة من الtalk بتاعه. فأنا باحاول في الكورس ده إن أنا أعمل mix ما بين كل الreferences دي بس تكون موجودة معانا في مكان واحد. إن شاء الله الكورس ده علشان يكون متكامل والدنيا فعلًا practical، فإحنا بإذن الله هنعمل Kaggle competition. المسابقة دي هتكون الجايزة بتاعتها 50,000 جنيه مصري للي هيوصل لأفضل حل. وعايز أقول لك إن هي على real data set ومشكلة حقيقية فعلًا. ليك الحرية إن أنت في المسابقة تشتغل لوحدك أو تشتغل في groups. الجروب الماكسيموم بتاعه هيكون 4، والمسابقة إن شاء الله هتكون مستمرة لحد يوم 30 مارس 2026. بعد كده الفايز هيستلم الجايزة بتاعته. تقدر اللي أنت تسجل وزي ما قُلت لك تختار أي محاضرة أنت نِفْسك فيها، مش لازم تحضر الكورس كله. ولكن عشان تشارك في المسابقة لازم تحضر at least 50% من المحاضرات عشان حتى تكون مُلِم إحنا بنعمل إيه بالضبط. المحاضرة التسجيل فيها ب100 جنيه، ولو أنت أخدت الكورس كله هاعمل لك خصم 30%. زائد كمان إن شاء الله هتاخد التسجيلات بتاعة المحاضرة علشان تكون معاك طول الوقت. إن شاء الله الكورس ده مجاني بالكامل مع إمكانية الاشتراك في المسابقة وإنك تكسبها لو حضرتك أو حضرتك فلسطيني أو فلسطينية. حاولت إن أنا أحط لك أيام المحاضرات محددة جدًا والتفاصيل بتاعة كل محاضرة، عشان تكون عارف أنهي يوم بالضبط والساعة كام هنتكلم في أنهي topic، عشان أنت لمّا تخش على الroad map تبقى فاهم الدنيا شغالة إزاي. ويبقى عندنا في الroad map هنا بقى حاجة interactive كده ويبقى عندنا زي clusters، عارفين كل cluster بيdiscuss فيه إيه بالضبط، وفهمنا هنوصل لإيه إن شاء الله. وأكِن عندك tracks، في عندك لو أنت عايز
تشتغل شغل الimage فأنت عارف بالضبط هتختار إيه، ولو عايز تشتغل شغل text برضه أنت عارف بالضبط هتختار إيه، ولو عايز تاخد الكورس كله فتكون مُلِم بكل حاجة، فبرضه الroad map كلها واضحة بالنسبة لك لحد ما تdeploy actual system. المحاضرات إن شاء الله دايمًا هتكون live يوم السبت والحد من الساعة 07:30 للساعة 22:00 بتوقيت مصر، وفي نفس الوقت أنا عارف المحاضرات الlive مش مناسبة لكل الناس، يمكن الميعاد بتاعها مش مناسب ليك، ولذلك لو أنت سجلت في الكورس هتاخد التسجيلات بتاعتها، وتقدر تعمل الأشياء العملية اللي إحنا بنعملها كل أسبوع إن شاء الله، وتشارك برضه في المسابقة ما فيش مشكلة، فحاول إن أنت تسجل في الكورس كله. إن شاء الله تعالَ بانتهاء الكورس هيكون في 2 certificates، في واحد فيهم هيبقى بإنك حضرت كل المحاضرات، والتاني إن شاء الله ده certificate أكنه بالتميُّز، إن أنت شاركت في الجزء الpractical وعملته كله بإيديك، والجزء الpractical مش هيبقى حاجة تافهة، لأ، محتاج منك فعلًا شغل. أنا نفسي إن شاء الله إن دي تكون البداية، تكون البداية عشان يكون عندنا جيل من المهندسين ناس أقويا فعلًا في المجال وفاهمين الدنيا بعمق، مش مجرد users بنستنى نشوف مثلًا أي بلد تانية عملت إيه فنروح نستخدم اللي هم وصلوا له. لأ، إن شاء الله لمّا نفهم الدنيا بعمق ونفهمها بشكل صحيح، بإذن الله هنكون رواد في هذا المجال، وإحنا شايفين المجال قوي قد إيه، فيا ريت إن إحنا نلحق السباق ده ونكون أقويا في هذا المجال إن شاء الله. أنا سميت الويب سايت وسميت الكورس البداية، وإن شاء الله تكون هي البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.